في ظل انتظار الكوكب كله للعبة The Wolf Among Us 2 بتطل علينا لعبة مارفلز وولفرين. هتقولي ليه؟ اقولك معرفش. في سبتمبر 2021 بينزل اناونسمنت اللعبتين، لعبة مارفلز وولفرين ولعبة مارفل سبايدر مان 2. مارفل سبايدر مان 2 اوريدي طلعت للنور، والناس اللي لعبتها واللي ختموها على اليوتيوب ختموها، وفضلت لعبة وولفرين مختفية تماما، محدش يعرف عنها اي حاجة ولا يعرف حتى ميعاد لنزولها خالص، لان اصلا ما كانش فيه ميعاد محدد يعتبر لنزول اللعبة. ولكن تحصل المفاجأة، حد يخش يخترق انسومنياك ويجيب لنا حاجات من جوه لعبة وولفرين. الناس لما شافت التسريبات دي كانوا بيشوفوا الجيم بلاي وحاجات جوه اللعبه نفسها، والحقيقه الموضوع كان مبشر جدا. الناس كلها كانت منتظره نزول اللعبه كامله، بل وكمان كانوا منتظرين من المخترق ان هو يدور على اللعبه كلها وينزلها للناس. الكلام ده بالظبط كان في ديسمبر 2023 وبس. من ساعتها والدنيا هاديه جدا على اللعبه، لدرجه ان في ناس كتير جدا كانت توقعت ان اللعبه ممكن تتكنسل بسبب اللي حصل ده. ولكن من كام يوم ينزل لنا تريلر لعبه مارفلز وولفرين. بصوا، بعد ما شفت التريلر حسيت بصوا انا مش هكدب عليكم، فكره انك تلعب بشخصيه زي شخصيه وولفرين فهي فكره ممتعه في حد ذاتها، بل وكمان حاجه مسليه جدا. انت ماشي عمال تقتل في الناس كلها، ودي حاجه في حد ذاتها فن جدا. ولكن بعد التريلر دي بقيت حاسس ان شركه انسومنياك مش الشركه الصح اللي تعمل لعبه وولفرين. ما اكدبش عليكم، هي شركه ناجحه جدا، بتعمل العاب كويسه جدا، واشهرها طبعا لعبه سبايدر مان، ولكن هي مشهوره جدا بفكره الالوان الفاقعه مش المود بتاع وولفرين، وده مثلا زي لعبه راتشت اند كلانك. واللعبه اللي اتبنى عليها تقريبا جزء كبير جدا من لعبه سبايدر مان سانست اوفر درايف. الحاجة الوحيدة اللي انا حاسس ان هي ممكن تكون اختلفت شوية في تون القصة حتى في الالوان بتاعت اللعبة هي لعبة سبايدر مان 1. اللعبة كان فيها حاجات كتير جدا ممكن تكون مأساوية، دراما، تراجيدي، ودي الحاجات اساسا اللي بيتأسس عليها جزء كبير جدا من قصة وولفرين. ولكن رجعوا لعادتهم القديمة التاني في الجزء التاني من سبايدر مان، حتى كمان في الجزء بتاع مايلز موراليس الدنيا اتحولت لالوان، بل وكمان في الجزء التاني من سبايدر مان بقى فيه زي ما تقول تك جديدة محطوطة لسبايدر مان، اللي هو سبايدر مان اصلا طالع فقير بس عنده تك كبيره جدا، وكأن ان احنا رجعنا لمارفل ان توني ستارك هو اللي عامل التك ده لسبايدر مان. يعني من الاخر الجرافيكس بتبقى اوفر جدا، الالوان بتبقى اوفر وفاقعه جدا. انا مش بقول ان انا بكره اللعبه، بالعكس لعبه مسليه وجميله جدا جدا، بل وكمان قصتها حلوه قوي، ولكن هي فيها حاجات مش المود بتاع وولفرين. الشركه عموما الالعاب اللي هي بتعملها مش مود وولفرين قوي، والحقيقه دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مخوفاني من فكرة ان انسومنياك هي اللي تعمل لعبة وولفرين. طيب هتيجي تقولي ايه الشركة اللي تقدر تعمل لعبة وولفرين بشكل كويس؟ هقولك سؤال حلو. انا شايف ان الشركة اللي تقدر تاخد المشروع ده بشكل كويس شركة روك ستار. بس ثواني انا عارف ان ممكن يبقى فيه هيت وحاجات كتيرة جدا ممكن تحصل، ممكن خناقه او واحد من هنا بيشتم وواحد من هنا بيشتم، حقك تماما. بس انت لما تيجي تبص على لعبه مثلا زي لعبه ريد ديد ريديمشن 2 هي المود الحقيقي لولفرين. شخصيه ارثر اساسا تحس ان هي شخصيه وولفرين بشكل او باخر، فانا اتمنى ان كانت روك ستار هي اللي تعمل الشخصيه دي. روك ستار بتعرف تمسك المود ده بشكل كويس جدا، واكبر مثال على ده تاني ريد ديد ريديمشن 2، بل وكمان بسبب ريد ديد ريديمشن 2 اللي اساسا سبب قوي جدا يخلينا نتاكد ان روك ستار ممكن تعمل الشخصيه دي بشكل احسن. القصه، ودي حاجه انا ممكن ما اتكلمش فيها، انتوا عارفين انا بتكلم في ايه. القصه في ريد ديد ريديمشن 2 من اكتر القصص الدراميه اللي ممكن تحب ان انت تلعبها اصلا او تتفرج عليها. الحاجات اللي تقدر تبني عليها شخصيه وولفرين. بصوا، انا مش احسن جيمر ممكن تشوفوه في الدنيا، بل وكمان انا لعبي اساسا قليل جدا والعاب محدده جدا كمان، ولكن انا دايما عندي نظره بشكل او باخر للحاجات اللي انا بلعب عليها. الحاجات
دي بتبان قوي ايه شبه ايه وايه اللي ينفع وايه الشركات اللي تقدر تعمل حاجات معينه. الكلام ده بيبقى باين. مش هقولك ان انا رايي صح وان انا رايي لا يحتمل الخطا، بالعكس ممكن يبقى غلط، بس في نفس الوقت انا واخد رايي دون على اسباب واقتناعات انا شايفها صح، لان لما اتنفذت بشكل او باخر اتعمل حلو. والحقيقه ان انا برضو هفضل منتظر اللعبه. انا بقول لكم انسومنياك ممكن ما تعملش اللعبه حلو، بس انا هبقى زي الحيوان هجري لغايه اما اللعبه تنزل عشان خاطر العبها، عشان انا بحب الشخصيه دي وعشان خاطر انا شايف ان اللعبه فعلا ممكن تبقى حلوه. وفي الاغلب انا عارف ان اللعبه ممكن تطلع زي في مخيلتي، ولكن نو هيت، هلعب اللعبة وهبسط بيها وأحب القصة بتاعتها علشان خاطر أنا بحب شخصية وولفرين. بس ده كان كل حاجة عندنا الفيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو يعجبكم فعلا، وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس أنتم منتظرين اللعبة دي بنسبة قد إيه، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وأكيد الشير. سلام.